الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين. أما بعد، حديثنا هذا اليوم عن التوكل في الله. ما أجمل أن يكون توكلك على الله، ولنا في التوكل على الله قصص رائعة وأمثلة عظيمة، ومنها نروي لكم عن حاتم الأصم. هذا الرجل العالم والزاهد الجليل نوى أن يحج ذات يوم، أن يذهب إلى بيت الله الحرام، وكان في بيته لا يملك من القوت الكثير. فقالت له زوجته: يا حاتم، إن القوت الذي عندنا لا يكفينا، ورحلة الحج قد تطول أشهر وأيام. فقال لها: يا امرأة، توكلي على الله. وإذا بفتاة صغيرة كانت لديه ربيت تربية إسلامية، فقالت: توكلي على الله يا أماه. فذهب حاتم إلى بيت الله الحرام، وزاد في سفره حتى نفد قوتهم في بيتهم. فقالت الأم إلى ابنتها الصغيرة، قالت: يا بنيتي، أين التوكل على الله؟ لم يبقى في متاعنا شيء من البيت. وإذا لحظات وتطرق باب حاتم الأصم، وإذا بأمير البلاد يطرق الباب. فقال: بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت حاتم الأصم الرجل العالم الزاهد. قال: ألا أين هو؟ قالوا: ذهب إلى بيت الله الحرام. قال: واجب علينا أن نكرمه. فأخرج صرة فيها ليرات من الذهب، وأمر جنده أن يلقون بهذه الليرات كما ألقى أميرهم. لحظات وإذا بالأم فرحت وبدأت تزغرد وتهلهل. فقالت لها البنت الصغيرة المؤمنة، قالت: يا أماه، هذه نظرة من مخلوق، فكيف نظرة الخالق؟ فإذا توكلت على الله فتح لك الله كل مفاتيحها وأبوابها، وفرج عنك ورزقهم. نسألك بحق هذا الشهر الفضيل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.